انا عايز مقابله جامده، كل معزوم وهو داخل الحاره ياخد احلى تحيه اكنه رئيس وزاره وجه الفرح. اول ما حصل الموضوع ده احنا قلنا ان اللي يتولى الامر ده كامل الوزير. لواء اركان حرب كامل الوزير. كامل الوزير. لواء اركان حرب كامل الوزير. لواء كامل الوزير. اللواء كامل الوزير. اللواء كامل الوزير. اللواء كامل الوزير. كامل يا وزير يا كامل. تمام يا فندم. يا كامل رد عليا يا ابني. مين؟ اللواء كامل الوزير. لواء اركان حرب كامل عبد الهادي الوزير. رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. في حاجه كامل عايز اسالك عليها. يا كامل، هو احنا عندنا في الجيش يا كامل مين؟ كل الكتاب زي الكتاب ما بيقول. ما تفعلش على كده يا كامل. لا صحيح، خليك واقف. مش محتاج اتكلم عن كامل الوزير، كلكم تعرفوا. يا كامل، اطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي اشاره البدء. قبل ما تكمل يا كامل، ارجوكم مفيش وقت، الموضوع محتاج كامل الوزير. يا كامل مين؟ انا بشكرك يا كامل. يا كامل، ده ايه الافرس اللي بره اللي ما بيردش ده؟ مين؟ ليه ما يبقاش كامل الوزير رئيس وزراء مصر؟ يا رب انا شخصيا مرحب بده قوي، يعني لو ينفع يا ريت. انت ليه خليت الموكيت ده ازرق؟ ما عملتوش احمر ليه؟ يا دي الليله الزرقاء اللي زي كل الصباع. حاضر. دي الحقيقه يا مصريين. الموضوع محتاج كامل الوزير. وانا قلت قبل كده لو عندنا يمكن 3 4 كده زي اللواء كامل الوزير، صدقوني كنا قفزنا يمكن 100 سنة قدام. بالمناسبه يا كامل، اسمح لي ان انا ارقيك له رتبه الفريق. لا حسين ده مش كاتب كتاب امك اصله هو في حد في البلد دي بيشتغل اكتر من اللي هو كامل الوزير؟ احنا لو عندنا 3 4 كامل الوزير في غمضة عين مصر دي هتبقى حاجة تانية. كامل الوزير يعني كل المشروعات اللي في مصر كامل الوزير بيشرف عليها لوحده. بيشتغل حقيقة اكتر من حكومة مجتمعة. الرئيس يقول لي في يومين هيعملها في يومين. مش كده يا كامل ولا ايه؟ سيادة الوزير كامل الوزير، اولا كل سنه وحضرتك طيب. عندي 3 عناوين لحضرتك: حادث قطار منيا القمح، حادث اتوبيس اسيوط، حادثه قطاري سوهاج، وايضا بعض السلوكيات. تبدا بيه حادث بشع قطار الموت في قرية سندنهور قد الشيلة واكتر على جانب الطريق. دي مش جريمه، ده فحش في الجريمه. القطر دخل في حاجة ولا؟ السكه الحديد متفككه في محطه منيا القمح وشبلنجه وكل الخط ده تقريبا عشان انا ما اقدرش اكدب عليك، انا راجل كوريكتو. مش هينفع الموضوع ده غير كامل الوزير. ربنا مديله قبول وسماحه في وشه والناس بتقبل منه اي حاجه خالص، مش عشان هو اللي هو في الجيش. يا كامل، سيادة الوزير بنفسه اعترف ان احنا اضطرينا نبدي حاجات على حاجات واخرنا الحوكمه شويه. خلينا نروح لاتوبيس اسيوط. ايه اللي حصل ومسؤوليه على مين؟ حضرتك يومها برضه طلعت يا استاذ احمد من غير ما تتاكد من المعلومات الصح، بدات تتكلم وتردد الكلام اللي طلع. انت ما شفتش بعينك. انت بتستهبل يا افندي، ازاي تتصرف من دماغك؟ بس كان قدامي تقرير النيابه. تردد والحلقه بتاع حضرتك موجوده. بس كان قدامي تقرير النيابه العامه. نعم، بيان النيابه العامه كان قدامي يا استاذ احمد. احنا نبني وانت تبني. هو في النهايه قال لك ايه؟ ما هو سواق القطر الكمساري. في النهايه انتوا بتحاسبوا الغلابه، بتحاسبوا الصغيرين، بتحاسبوا الموظفين، ما بتحاسبوش الكبار. لماذا لا يقال وزير النقل؟ لماذا لا يستقيل وزير النقل؟ علشان كده الجمله تفضل كده، احنا قد الشيله واكتر. كامل يقول لي التذكره بجنيه، طب زودها، اقول له لا ما تزودهاش. ليه يا كامل بقول لك ما تزودهاش؟ حسيتك ما قلتليش كده يا فندم. اللي عمله ده عمل من غير قصد، غشوميه يعني. الخط ده يتكلف 5000 جنيه عشان يتحرك، انا باخد 1000 جنيه، هفضل ادعمه واستحمل معاه كام سنه؟ 2 3 وبعد كده يا دكتور مصطفى ينهار مني. بمعنى الزياده جايه. خلي بالك كلام الرئيس النهارده كان واضح، مش محتاج ان احنا نفسره. اسعار التذاكر هتزيد، لانه قال لما الفريق كامل عرض عليا قلت له نعمل ايه؟ حسيتك ما قلتليش كده يا فندم. اسكت بقى اسكت بقى. انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان بعدين يقول لك ايه؟ طب بس التسعير. طب حد برضه يقول لي طب ما تسيب كامل يشيلها يعني، او تسيب دوله الرئيس يشيلها. لا حسيتك ما بتعملش كده. عايزها كامل؟ ساعتك بتكلمني؟ انت كنا بنركب قطارات خربانه، انا كنت بركب القطارات خربانه، واهلي بيركبوا كان قطارات خربانه، والشعب المصري كان بيركب قطارات خربانه. كهن، بلد كهن، سكه حديد تعبانه وطرق تعبانه ومواني تعبانه، كله تعبان. تعبان يا امام، تعبان يا اخي، بتقطع من جوه. انتوا عارفين ليه الناس كانت بتضرب القطر بالطوب؟ عشان كان شكله كده تعبان، مش عاجبه، رفضه. لكن لما يبقى كويس، لما حد يعمل كده نحاسبه. ده جبار، انت اقتنعت؟ ده جبار، انا اقتنعت. عايز اقنع المصريين. العلاج عايز فلوس،
ولما تحط الفلوس اللي هتاخدها من البنوك تقدر ايه تطور وتزود. لا ترجعها اللي هتاخدها من البنوك. بس انتوا بتقولوا يعني طب انت بتجيب منين بقى؟ والله كله من فضل الله. القوة بتاعتنا يا ولاد نستمدها من الله. لا سكة حديد ان شاء الله زي الفل. ما هو الكذب ده اللي هيودي البلد في داهية. الله يخرب بيوتكم. ده نتائج وتراكمات الفساد والإهمال. هي جريمة بكل المقاييس. لما حاجه اتكلم على سيد المهندس كامل الوزير، معانا سياده الفريق كامل الوزير وزير النقل، اهلا بيك يا فندم. نموذج للنجاح، وهو ابن المؤسسه العسكريه الوطنيه. ابن كلب اللي بيقول كده يا باشا. راجل ما بيعرفش بيته، بالعربي كده ما بيعرفش بيته. كان يوم اخبر يوم ما عرفناكم. هو القطر الاولاني وقف ليه والقطر الثاني ما شافوش ليه؟ يعني دول السؤالين اللي كل الناس بتسالهم. الحوادث بتحصل في كل العالم، القطار اللي جاي من الخلف سواقه غلطان 1000%. ما هو سواق القطر، الكمساري، اللي معرفش اللي بتاع السمافور. رئيس الدولة مسؤول عن كل حاجة فيها حتى دينها. اعترف على نفسه بنفس ذات نفسه. في النهاية انتوا بتحاسبوا الغلابة. مفيش غرفة تتبع، كل قطار بيمشي وموجود رايح فين وجاي منين ووقف ولا لا. مفيش، ما عندناش من ده. مفيش. انا اللي افنيت عمري وزهرة شبابي كله اطور المواصلات واعيش على راحة الراكب والمركوب. احنا قصدنا نعمل هذا المؤتمر الصحفي استعدادا بقى لانتقال المرحلة الاولى من الوزارات ومجلس الوزراء الى العاصمة خلال شهر مارس القادم. ميلاد دولة جديدة بافتتاح العاصمة الجديدة. احلى مسا على الرجاله، الدوله بيمسي عليكم. انتقال الحكومة والبلد كلها الى افاق جديدة، الى عصر جديد. لا يا حبيبي ده شغلنا بقى. احنا ان شاء الله هنعمل كده نقلة في عالم المواصلات في مصر، وهندلع الدنيا وهنغير الاوضاع، هتتغير تماما. طبعا طبيعي ان لسه العاصمة ما اشتغلتش. لاول مره الدوله المصريه بتعمل المواصله قبل المدينه، احنا دايما نعمل المدينه قبل المواصله. كل حاجة تمام ومتكتفة و100 يا عم الحاج. تعديل الفروة دي في حاجة؟ هذا القطار المتطور السريع الكهرباء، القطار الكهربي الخفيف. شوف يا عم المشروع اللي اتكلف قد ايه واللي الناس قاعدة تتكلم عنه ومش شغال. يا عم حاول تفكر. مش شغال. هذا القطار يعبر عن الحالة اللي احنا كنا فيها قبل 30 يونيو. 8 مليار دولار للشركة غير 11 مليار دولار لتكلفة المشروع بالكامل. يا عم ده انت هبرت نحلت وبرنا بالفلوس اللي خدتها. هو ده القطر يا فندم. هيمسكوا فيا يا فندم. يمسكوا في مين يا كامل؟ لو مسكتك هنيئا لك. القطار الكهربائي LRT بسبب ضعف الإقبال عليه. اتفضل بس يا بت، اسكت يا بت، ما سمعتش صوتك خالص. طب سيادة الفريق، هل كان في من الأول دراسة جدوى واضحة العدد الناس اللي ممكن تستخدم هذا القطار؟ في ناس بتعمل كده، تقول له اعمل المشروع يقول لك طب انا بس هعمل دراسة جدوى. عائد المشروعات اللي سيادتك اقترحتها لا يمكن يسدد قيمه القرض، انا عملت دراسه جدوى. دراسه ايه؟ 8 مليار دولار للشركة غير 11 مليار دولار. كل ده بالدين. فيتكلم يقول لك ايه؟ حجم الدين بتاعكم زاد. مواصلاتكم في ايد امينه بتخطط لكم كويس جدا، احنا جايين نشتغل عشان نخدمكم. اصل انت كلامي وكلامك مجروح يا كامل يا وزير. ما حدش هيصدقني اذا كنت انا مش مصدقك. وسياده الرئيس قال انا اسهل عليا ان انا ادي لكل شاب من الشباب 10000 جنيه، لا بلاش 100000 جنيه واقعد وهم ياخدوا الفلوس هيصرفوها وتضيع منهم. يا عبيط انا بحوشهم لك زي اخواتهم. ولكن لو جمعت ال100000 مع ال100000 مع ال100000. الرئيس السيسي اشترى طائره ب 500 مليون دولار. طيب قصور رئاسيه. طب بعد اذنك بقى انا عايز فلوسي. فلوسك شغلتها وخسرت معاك. 5 بالحب. لا هي عشان تحصيل فلوس يا كامل.